مش مطلوب مني ان انا اغير اي حد خالص. دي القاعده اللي احنا هناخدها النهارده في اول محاضره من الارشاد النفسي والاسري والكورس اللي انا هديه لكم. اول حاجه لازم نفهمها ونبقى مذاكرينها كويس قوي، هو اننا مش جايين العالم علشان نغير، احنا جايين علشان نتعلم ازاي نتعامل معاه. باختصار، ربنا خلق الخير والشر، ربنا خلق الملاك والشيطان. هل انا مطلوب مني ان انا اغير الشيطان واخليه ملاك، او مطلوب مني ان انا اغير الملاك واخليه شيطان؟ ابدا. انا مطلوب مني ان انا ابقى فاهمه ازاي اتعامل مع التحديات اللي الشيطان هيحطها قدامي، لان باختصار وببساطه كلنا عارفين ان احنا جايين الدنيا دي مرحله مؤقته. طب وبعد ما المرحله المؤقته دي هتخلص، يا ننجح في الاختبار بتاعنا يا نسقط فيه. فالشيطان دايما هيحط قدامنا تحديات علشان يخلينا نسقط. فوظيفتنا ومهمتنا هي اننا نفهم التحديات دي عباره عن ايه، وبناء عليها نتعلم ازاي نعدي التحديات دي، علشان الانسان اللي بيعدي التحديات دي وقتها بيكون نجح في الاختبار. ربنا بيختاره وبيميزه ان هو يكون من المصلحين ومن الناس اللي بتخدم الارض او بتخدم في الارض، بتساعد الناس يكونوا احسن. ولكن لو خسرنا والشيطان هو اللي انتصر، وقتها الشيطان هو اللي بيستخدمنا لمصالحه هو. فاحنا قدامنا حل من الاثنين، يا ننجح في الاختبار ونبقى ناس كويسه وربنا يستخدمنا، يا نسقط في الاختبار ووقتها الشيطان هو اللي هيستخدمنا. وفي الحالتين انا مش مضطره اغير العالم ولا اغير اي حد، في الحالتين انا مضطره اركز مع نفسي واركز ازاي اتعامل مع الاحداث اللي بتحصل حواليا. وعلشان كده في الكورس بتاع الارشاد النفسي والاسري، بما ان انا تخصصي ومجال دراستي هو علم النفس والارشاد الاسري والنفسي، فهنتعلم مع بعض ازاي نواجه التحديات ونفهمها علشان نبقى شاطرين ونعرف نعيش بكل سعاده وهنا. لان طبعا احنا لو اتعلمنا نتعامل مع الاحداث اللي بتحصل حوالينا هنعرف نعدي المشاكل اللي بتحصل لنا وهنبقى زي الفل. لكن لو ما عرفناش للاسف هنفضل طول الوقت زعلانين وحزنانين وايه تاني؟ ومكتئبين. هنفضل طول الوقت زعلانين وحزنانين ومكتئبين، واحنا مش عايزين كده. فمع بعض ان شاء الله هنتعلم كل ده. اول قاعده بقى هنذاكرها، احنا ما جيناش الدنيا علشان نغيرها، احنا جينا علشان نتعلم ازاي نتعامل معاها وازاي نقضي الرحله بتاعتنا بكل سلامه وسهوله ويسر. فاستنوا بقى المحاضره الجايه او القانون الجاي ان شاء الله اللي احنا هنتعلم ازاي نتعامل مع الاشخاص اللي حوالينا في الفيديو الجاي. دلوقتي انت محتاجة تعملي شير للفيديو ده علشان يوصل لأكتر عدد من البنات، وكلنا نقدر نساعد بعض في ان احنا نخلي حياتنا افضل. ولو انت اول مرة تشوفيني يا بسكوتة، انا اسمي اسماء حسين، بشتغل ميك اب ارتست وهير دريسر وفاشن ديزاينر، وكمان مجال دراستي علم النفس. فبفيدك في جمالك الداخلي وبعلمك حاجات عن طريق علم النفس تقدري تحسني من جودة حياتك وتعيشي في سعادة